السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن أوامر لينكس الأساسية. تمام. الفيديوهات ديت هتكون بإذن الله عملية وسريعة، بحيث إن هو ما يكونش فيه ملل، والمقدمة تكون بسيطة. كان معاكم ريد إكس دارك. يلا نتابع مع بعض بإذن الله، وهتتعلم الأمن السيبراني. ولو عندك أي مشكلة أو أي استفسار أو أي مساعدة، تبعت لي على طول عادي، مفيش أي مشكلة، هرد عليك على طول. أو تسيب تعليق وبإذن الله هرد عليك على طول. تمام، يلا بينا نبدأ نفتح كالي لينكس. بسم الله. كالي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتح منفذ الأوامر بتاعنا. نقرب بس كده شوية بحيث إن هو إيه، يكون الدنيا متشافة كويس. نبعد كده عن أي حاجة تانية خالص. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هتكون معانا اللي هو الأمر اللي هو BWD، اللي هو ده بيكون استعراض الملفات او المكان اللي انا فيه حاليا. تمام. على سبيل المثال، هو دلوقتي بيقول لك انت هنا في النظام، بيقول لك انت في هنا في ملف اسمه الهوم، في ملف تاني اسمه الكالي. طيب ماشي، انا لو عايز اعرف مثلا، على سبيل المثال، مع بعض كده هننقل واحده واحده. طيب انا في الامر التاني عندي اللي هو الاس. تمام. الامر الاس اللي هو بيعرض لي الملفات الموجوده، او الملفات الموجوده في الفولدر الموجود ده. تمام، اللي هو زي نظام اللي هو الكالي حاليا. تمام. على سبيل المثال، انا هقول له هنا مثلا هعمل بس امر كلير. كلير. تمام، عشان نشوف ايه الامر ده. طيب انا في امر تاني اللي هو لو عايز اعرف الملفات المخفيه والكلام ده كله من على الكالي برضو، هقول له هنا الاس. تمام. هيعرض لي هنا الملفات بالتاريخ. تمام. هيعرض لي هنا الملفات بالتاريخ بالوقت والتاريخ وهكذا. تمام، اللي اتنشأت فيه الملفات دي كلها. طيب انا هعمل هنا امر كلير مرة تاني، بحيث ان انا اشوف الامر اللي بعده. الاس سلاش ايه. هنا برضه بيديني هنا الملفات المخفية. في ملفات بتبقى مخفية فما بتكونش ظاهرة هنا، بيظهر لك عادي، مفيش اي مشكلة. طيب خلينا نروح لحاجة تانية افضل. تمام، الامر ده كان الامر التاني. بالنسبة لنا الامر التالت، هنعمل بس هنا كلير تاني. تمام. الامر التالت هنا بسم الله الرحمن الرحيم عندنا اللي هو اللهم صل على النبي، اللي هو اس دي. تمام. يعني ايه اس دي؟ يعني انا مثلا عايز ادخل مثلا فولدر مثلا معين، اقول له هنا انا هعمل بس هنا الاس، بحيث ان انا اشوف الفولدرات الموجوده. عايزين مثلا ندخل على الفيديوز. تمام. على سبيل المثال اقول له هنا سي دي. انا عايز ادخل هنا على ملف اسمه الفولدر او الفيديوز. تمام، وهتدوس انتر. هيدوس معايا هنا، هتلاقي معانا كده دخل عن الفيديوز او الملف الفيديو هنا. تمام. تمام. عايز ادخل مثلا على سبيل المثال الفيديوز، عايز ادخل هنا، عايز اعرف او اعرض الملفات الموجوده فيه. اقول له هنا الاس، مفيهوش اي شيء، الملف عندنا فاضي 100%. تمام. تمام. عندنا امر تاني، انا اللي هو عايز ارجع مثلا خطوه ورا. عايز ارجع خطوه ورا هنا. تمام. اقول له هنا سي دي. سي دي. اقول له هنا نقطتين. تمام. هيرجعني على الملف الاساسي او الواجهه الاساسيه اللي كانت عندنا. طيب انا مثلا لو عايز ارجع بس للنظام من الاساس، اقول له هنا اس دي، وانا نديله العلامه اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي دي. تمام. كده يرجعنا للنظام برضو، نفس الموضوع، مفيش اي ادنى مشكله. تمام. تمام. على سبيل المثال انا عايز اعمل فولدر. تمام. انا لو عايز اعمل فولدر هنا، هنركز بس على حاجه واحده بس بسيطه. اديكوا دقيقه واحده بالظبط، تكتب لي لو في اي حاجه مش مظبوطه او اي حاجه انت مش فاهمها، اكتبها لي على طول. هديك دقيقه واحده بالظبط تكون كاتب ده كله في الكومنت.
ها يلا بينا. طيب بسرعة 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 بسرعة، أي مشكلة معاك اكتبها لي بسرعة وأنا هجاوب عليها على طول. تمام. طيب ماشي، يلا بينا على الملف التاني أو الأمر التاني، معلش. يلا بينا على الأمر التاني. أقول له هنا بس كلير، بحيث إن هو إيه، كلير يعني مسح، أمسح كل الواجهة دي كلها بحيث إن هو يكون الواجهة عندي نظيفة من جديد. تمام. تمام. طيب أنا دلوقتي عايز أعرف في أمر تاني اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. آه، لو عايز امسح ملف معين، تمام، لو عايز امسح اي ملف او فولدر فاضي، تمام، اقول له هنا ls، بس هنا اعرف الفولدرات الموجوده. تمام. على سبيل المثال انا هقول له هنا اقول له هنا عايز اطلع على الديسكتوب. الديسكتوب هنا على سبيل المثال هو مفيش هنا ملفات موجوده، لكن احنا ممكن نعمل هنا create فولدر، ونسيبه برضه فولدر، نعمل فولدر عادي مفيش اي مشكله. تمام. تمام. هقول له هنا سلاش ديسكتوب. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اعمل بس كلير الاول. تمام. تمام. هاجي هنا انا لو عايز مثلا الامر الثاني او الامر الثالث باذن الله اللي هو اعمل فولدر. انا لو عايز اعمل فولدر بدل ما اعمل الطريقه العاديه اعمله من التيرمينال عادي مفيش اي مشكله. انا اقول له ميك. تمام. واقول له هنا اسم الملف بتاعي مثلا على سبيل المثال اسد دوت اسد، بس اكتب له اسد. تمام. واقول له انتر، هيعمل لي اللي هو الفولدر اسمه اسد، لكن هو هنا محطوط فين على الهوم. تمام. اقول له هنا هوم عادي مفيش مشكله. هقول له هنا هوم، اقول له هنا انا عايز ادخل كالي. اقول له هنا عايز ادخل على اللي هو الفولدر اسمه ديسكتوب. تمام. تمام. هيدخلنا على الديسكتوب عادي مفيش اي مشكله. هقول له الاس معلش، هيظهر لي الملفات الموجوده دي كلها. اقول له هنا مقدار اسد برضو تاني. انا اقول له هنا اللي هو 2، هيظهر لي معايا على طول، ظهر معايا على طول هنا بالطريقه دي. تمام. تمام. هعمل له هنا كلير، اعمل هنا بسم الله الرحمن الرحيم. انا لو عايز امسح برضو الملف ده هعمل له هنا حركه بسيطه خالص اللي هي الار ام واللي هي ريموف. تمام. اقول له هنا اسد، عندي هنا ملف اسمه اسد 2 عايز امسحه من على الديسكتوب. تمام. تمام. لحظة. تمام. رجع عشان بس ايه الملف هنا ريدمر، والملف ده كده هيتمسح معانا عادي مفيش اي ادنى مشكلة. في عندنا لو عايز تمسح اي شيء برضو تاني برضو بنفس الامر، في اوامر تانية اللي هو اللي هو الار ام. تمام. بدل ما تكتب ده كله هتعمل ده كده بالظبط على سبيل المثال.
مش موجود، تمام ماشي، مفيش أي مشكلة. هنستخدم بس ريدمر. تمام. ريدمر جميل جدا جدا، مفيش أي مشكلة فيه. طيب احنا كده عندنا 5 أوامر أساسية للكالي لينكس النهاردة. بإذن الله الفيديو الجاي هتلاقي كمان 5 وبعده وهكذا لحد ما تتعلم من الأساسيات. لو عندك أي مشكلة ابعت لي سيب لي في الكومنت أي مشكلة تيجي تواجهك، ابعتها لي وأنا هساعدك بإذن الله. ما تنساش عندنا فيديوهات تانية، الفيديوهات اللي هي تثبيت كالي لينكس على الموبايل، آخر إصدارات. بالتوفيق إن شاء الله، وكان معكم ريد إكس ستار. بالتوفيق إن شاء الله.